السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل علينا وعلى جميع متابعينا وجميع مشتركينا. إن شاء الله النهاردة طالعين نتكلم كده مع حضراتكم في حاجة بسيطة، ونعرض كده كام زغلول كده إهداء لحضراتكم ولمحب الحمام ولمتابعين القناة إن شاء الله المحترمين. أنا طالع أتكلم بخصوص يعني موضوع الكلفة. الناس اللي هي بتتكلم الكلفة زادت هنبطل حمام، الكلام ده كله يعني لو عايز خف الحمل. يعني انا يعني انت راجع كده فيديوهاتي من سنه ومن اتنين، طول عمري وانا على القناه ديت بقول يعني قل واكرم. طول ما انت عندك العدد قليل انت لا هتحس بمصاريف كلفه ولا هتحس بالكلام ده. انما لو عندك العدد كبير لا هيأثر معاك طبعا جامد في ظل الغلا بتاع الكلفه دوت. يعني احنا عايزين نقول مش الكلفه بس اللي غليت، كل حاجه غليت، فاهم كده؟ وكل حاجه بتاخد وقتها. هي القصه نفسها. انا زمان قلت لو معاك 5000 جنيه ممكن تشتري بيهم 50 حمامايه وممكن تشتري بيهم حمامتين. راجع الفيديو ده هتلاقيه من سنه ولا من سنه ونص فاتوا. فهي القصه نفسها الكلام ده. انا كراجل مثلا عامل مشروع المفروض ابقى عامل حسابه، واخد بالك؟ طب انا النهارده المصاريف زادت والبيع قليل والكلام ده كله، بس خف الحمام. انا هوريك دلوقتي افراج سلكات فاضيه نهائي بقى اكتر من شهرين ثلاثه، تمام كده؟ خلاص انت بتبقى حاسس بجو السوق وجو بيعك. طالما ما بقاش زي الاول خلاص بتعرف ان ايه في ركود او في الكلام ده كله. انما الحماميه الوزار اللي انا تعبان فيها دي ما فيش حاجه اسمها فيها ركود. مش شغاله النهارده هتشتغل بكره، بس بقى الجدع اللي يصبر، واخد بالك؟ انما انا اخف طحادين، اخف حمام وزار قليل، اخف الكلام ده ماشي. حتى لو هبيعه بربع ثمنه بنص ثمنه انا مش هيزعلني في حاجه، واخد بالك؟ انما الحمام اللي هو الجامد او الحمام اللي هو الكويس لا عنه ما اتباع، واخد بالك؟ ما اتباعش النهارده هيتباع بكره. لان احنا لو جينا من 10 سنين الكلفه كانت بكام؟ انا كنت بجيب الارداب من 8 سنين، ارداب بالصيف النهارده اللي وصل 1900 جنيه كنت بجيب 300 جنيه. كان سعره مستقر 1200 جنيه، فضل بقاله 1200 جنيه و1100 جنيه بقاله سنه ونص على كده، والناس بتشتري وبتبيع والدنيا كويسه. النهارده لما نط النطه الجامده ديت الناس هو عمره ما هيستمر كده. فالجدع اللي فعلا يخف الحمام القليل اللي ملوش عايزه الكلام اللي انا قايله من سنه ونص او من سنتين كمان، واخد بالك؟ معاك 5000 جنيه راجع الحلقه ديت تشتري بيهم ايه؟ ده انت تشتري بيهم 100 حماميه، واخد بالك؟ وممكن تشتري بيهم حمامتين ثلاثه. هو ده اللي انا قايله بالظبط، فاهمني؟ فالحمامتين ثلاثه عمرهم ما هياكلوا بمقدار يعني ده انت لو معاك 3 حمامات زرق جمعيه وجمعيات وطحادين ومعاك 5 حمامات وزار، ال3 حمامات الجمعيه هم سبحان الله بياكلوا اكتر بكتير من الوزار. يعني الوزار مصاريفه قليله جدا. فده نصيحتي ليك، ما تفرطش في اي حمام غالي انت شاريه من فلان، ما تفرطش فيه. عايز تفرط فرط في الحمام اللي هو يعني ايه اللي نقدر نجيبه بعد كده. فرط في طحادين، فرط في الحاجات دي ماشي، الحاجات اللي هي بتصرف فعلا معاك اكل. تعالى كده اوريك السلكات اللي انا فضيتها. ماشي، ادي 10 سلكات فاضيين اهم، تمام؟ خش عليهم بعدهم في 20 جزء اهم، تمام؟ لا هم 17 18 فضينا منهم برضو عينين اهم، تمام؟ خش ادي فاضي، خش ادي فاضي. الكلام دوت انت كراجل بتبيع وتشتري ماشي، انا اقدر اخف السيحن دول هقدر اعوضه، ما اقدر اخف الانجلاز ده هقدر اعوضها. انما مثلا تعالى مثلا ادي برضو كل البيبان دي كانت مليانه حمام، تمام؟ تعالى تاني، تمام؟ ادي برضو جنب تاني خالص. فهي النظريه في ايه؟ انت قل واكرم زي ما احنا قايلين. تعالى مثلا دي انتايه، تمام كده؟ دي انتايه ربنا يبارك، ادعوا لنا بالبركه لنا ولكم. دي انتايه ما جابش عدلها اللي هيشتريها وقدرها زي الناس، انا مش هبيعها، واخد بالك؟ يعني بندي مثال ليه؟ انتايه دي كان تعبان فيها، دي انتايه فرخ، فاهمني؟ وانتايه مستوى جامد. فاللي هيجي يقدرها اهلا وسهلا، مش هيجي يقدرها لما الجو بكره يفتح. اصل هي انا زي ما فهمتك، هي انا بقالي مثلا داخل في 10 سنين ببيع وبشتري حمام. عمره بيجي ازمات بس ما بتستمرش يعني بفضل الله، واخد بالك؟ فانت النهارده بتتكلم الكلفه كانت ثابته مثلا على 10 جنيه، هي ما كانتش ب 10 جنيه، كانت ب 3 جنيه وب 4 جنيه، فاهمني؟ وب 10 جنيه ديت هي لما استقرت خلاص الناس اتعودت على ان سعرها 10 جنيه، واخد بال حضرتك؟ فهو مجرد ما الحاجه تستقر تاني هو اللي مخوف الناس انها كل يوم بتزيد، هي عمرها ما هتستمر كده. عشان بس اديك انا خلفيه، فبناء عليه انا خفيت اللي انا وريته لك ده كله. انما حمام زي كده انا مش مستعجل عليه، هياكل في الشهر هياكل معايا بكام، فاهمني؟ لا انت على الاقل مهلك خالص براحتك، فاهمني؟ انا زي ما فهمتك كده اخف من الحمام ده اقدر اعوضه عادي مفيش اي مشكله. ده لو عندي 5 تجواز يعني اهو ما شاء الله، حمام منتج ومعاه عيال، وادي هنا حمام برضه معاه عياله، وادي هنا تاني حمام ومعاه عياله،
واخد بالك؟ فهي وادي اللهم صل على النبي، فاهمني؟ فهي الفكره نفسها انت خف اللي انت تقدر تعوضه. دول لو هم 5 اسوس بامر الله في خلال اقل من سنه نخليهم اكتر من 50، فاهمني؟ فعادي نخفهم، واحنا يعني ايه، واحنا ايه، ربنا يرزقنا بغيرهم. انما الوزار لا، اوعى فرط فيه بسهوله. دي نصيحتي ليكم، ودي كده فرجه صغيره. نشوفكم على خير، وبامر الله اليومين الجايين دول هنحاول نعرض لكم اي زيادات. النهارده مفيش زيادات، ده كان بس دردشه مع حضراتكم، ونهاركم كله رزق.